جربت في مرة حد يقول لك حاجة وقبل ما ترد عليه بسرعة زي ما انت متعود؟ يعني جربت انك تفكر ولو لثانيتين بس، لان دول هيكونوا هما الفارق بين انك تعيش حر او تفضل طول حياتك مسجون في الورطة اللي انت عملتها بلسانك. في نقطة بس حابب اوضحها للناس، وهي ان المواقف اللي انا بحكيها كلها بتكون مواقف حقيقية، وكمان في فارق زمني كبير جدا بين كل موقف والتاني. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ علشان في كام تعليق شفتهم كده الفترة اللي فاتت بيشككوا في بعض القصص لانهم بيربطوها ببعض. زي مثلا ايه؟ الست اللي في الفيديو اللي فات اتصلت بيك وعرفت ازاي رقمك، لان احيانا كانت زوجتي بتتصل بيا من عندها. وكمان في تعليق تاني على الموقف بتاع الجاره اللي كانت بتسيب ولادها معانا. في ناس قالت ازاي بتستضيف ولاد الجاره وانت اصلا قلت ان زوجتك بتشتغل. للتوضيح بس، هي اشتغلت فتره صغيره جدا وبعدها قعدت من الشغل، ومواقف الجاره دي كلها حصلت بعد ما هي سابت الشغل. فالخلاصه يعني ان المواقف في بينهم وقت طويل جدا، وما تحاولش وانت بتتفرج انك تربط المواقف ببعضيها كزمن. يعني لان انا من الاخر كده بجيب من الشرق للغرب. يعني ببساطه ممكن احكي لك حكايه حصلت من 20 سنه، وممكن في نفس الفيديو احكي لك حكايه حصلت من سنه واحده. واسف جدا على الاطاله في النقطه دي، بس لقيت الكومنتات دي بتزيد جدا الفتره اللي فاتت، فكان لازم اوضح. وللاسف ما زالت النسبه بين المشتركين والغير مشتركين صعبه قوي، فيا ريت تشترك كتشجيع ليا. ويلا بينا عشان المواقف بتاعت النهارده حساسه جدا. الموقف ده دايما بيحصل عند الشباب اللي هم سنهم تحت 20 سنه مثلا. يعني تلاقيه قاعد كده يتكلم مع صاحبه عن اهله، يعني بيتكلم عن ابوه وامه مثلا، يعني بيعملوا معاه كذا وبيعملوا معاه كذا، وبيحكي لصاحبه كل حاجه وكانه حد من اخواته. وده طبعا مش صح، وهتعرف ليه بعد كده. المهم ان الشاب ده فضل يحكي مع صاحبه كل حاجه، كل كبيره وكل صغيره بيحكيها. ابوه بيعمل ايه معاه، وبيتهم بيمشي ازاي، ودخلهم الشهري قد ايه. وبيحكي وهو مش واخد باله خالص ان صاحبه ده ممكن ما يكونش الشخص اللي يستحق انه يسمع الكلام ده، ولكن هو كان مستمر بلا وعي. وكان احيانا لما اهله يضايقوه كان يروح يشتكي لصاحبه ده، وكان في وسط الشكوى دي كان ساعات بيغلط في اهله. وطبعا هو مش مستوعب الفضفضه بتاعته دي هتوصله لفين، لحد ما في مره كان بيتكلم مع صاحبه وبيقول له ان ابوه عايز يطلع له رخصه سواقه. فالولد صاحبه قعد يغلط في ابوه بطريقه غير عاديه، وبقى يقول له ايه بقى، ابوك ده اصلا راجل كذا وكذا وكذا، مش انت اللي قلت لي عليه قبل كده؟ انا مش جايب حاجه من عندي، يعني هو اكيد عايز يطلع لك الرخصه دي عشان تلبس في المشاوير وتبقى انت السواق الخصوصي بتاعهم. طبعا الولد اتضايق جدا ان حد بيتكلم على والده بالطريقه دي. ايوه، ما هو في مثل بيقول لك ايه، ادعي على اخويا، اللي هو هنا طبعا هيبقى ابوه، واكره اللي يقول عليه امين. فالولد بقى كل ما يتكلم مع صاحبه عن اي حاجه تخص اهله، على طول صاحبه ده يبدا بالغلط فيهم بمنتهى الحريه، وكانه هو اداله الاشاره انه يعمل كده عادي خالص. وفعلا هو ده السبب، لان انت النهارده لو بتتكلم مثلا على اخوك مع واحد صاحبك وبتشتكي منه، او انت مثلا بتتكلمي عن زوجك مع صاحبتك، فكرك ان الشخص اللي بيسمع الكلام ده هيبص لكوا ازاي، او حتى هيبص لاخوك ازاي، او هيبص لزوجك ازاي؟ طب واذا اتقابل معاه في اي مناسبه، ازاي هيكون التعامل بينهم؟ كل الكلام ده طبعا مش بيكون في بالك الا لما الطوبه بتيجي في المعطوبه. معلش انا عارف ان في ناس مش مصريين معانا بيتفرجوا ومش هيفهموا بعض كلامي، وده لان انا مش بتكلم باللغه العربيه الفصحى. انا بصراحه بتكلم باللغه المصريه، باللغه اللي بتكلم بيها مع الناس اللي حواليا، فاعذروني. بس دايما هوضح، ما تقلقوش، وهو منها بتتعلموا اللغه المصريه معانا. المهم الطوبه في المعطوبه دي يعني ايه بقى، وهقولها لكم بطريقتي اللي انا فاهمها. ان انت بتكون رميت طوبه على حاجه، والطوبه دي بترجع لك بورطه او بمصيبه بمعنى اصح. ولو ما شرحتهاش صح، يا ريت المصريين الجدعان اللي معانا يشرحوها. ونروح للموقف اللي بعده. الموقف ده بقى ليه علاقه في فيديو كنت عامله قبل كده، وهو ان والدي كان فاتح محل كشري في منطقه شعبيه، وكنت انا واخواتي اللي ماسكين الاداره. بس وقتها كنا صغيرين جدا، يعني انا ساعتها كان عندي تقريبا 19 او 20 سنه، كنت لسه في اول سنه في الكليه. اول لما بوصل للمحل كنت بقعد ارغي مع العمال كلهم، واقعد احكي معاهم ملخص اليوم بتاع امبارح. يعني اقول لهم ابويا اداني كام فلوس، وهنجيب بضاعه بكام النهارده، وكسبنا كام امبارح. وكنت بحكي المواضيع دي لاي حد قابله في طريقي من العمال اللي هم شغالين معانا في المحل. يعني احيانا كنت بحس ان هم مش بيتفاعلوا خالص مع الكلام اللي انا بقوله، بس هو انا كنت بقوله كده يعني من باب الدردشه. وزي ما قلنا قبل كده، الدردشه دي هي اللي موديانا في داهيه. المهم ان انا اللي كنت مسؤول عن الخامات اللي في المحل، زي العلب البلاستيك مثلا، المعالق، الشوك وكده، وكمان الخامات بتاعه الطبخ زي الرز، العدس، البضاعه كلها يعني كانت من اختصاصي يعني. كان ساعات العلب تخلص في نص اليوم، فلاقي واحد من العمال يقول لي ايه، يا استاذ محمد العلب خلصت، ويكون انا في اليوم ده متكلم مع نفس العامل ده، ببقى معرفه ان معايا فلوس، ان انا جاهز لاي حاجه يحتاجوها. كمان ببقى معرفه معايا كام بالظبط في جيبي، وانا في اليوم ده كان معايا 250 جنيه. طبعا ال 250 جنيه دي وقتها كانت حاجه كبيره قوي. فالمهم قلت له ان الفلوس اللي معايا مش هتكفي،
فلقيته بصلي كده وراح قايل لي ايه، طب ما هو حضرتك معاك 250 جنيه، مش انت قلت لي كده الصبح؟ طبعا انا حسيت بشويه مضايقه كده ان هو قال لي الكلام ده يعني، بس قلت مش مشكله عادي، ما هو بيشتغل معانا والمفروض يبقى عارف كل حاجه. طبعا ده غلط كبير جدا، بس زي ما قلت لكم وقتها انا كنت صغير. فالمهم قلت له لا مش هينفع، ال 250 جنيه دي رايحه لغرض تاني خالص. فلقيته بصلي كده بمحن وراح قايل لي ايه، طب معلش انا كنت محتاج 50 جنيه ضروري، معلش يا استاذ محمد لان عندي ظروف ومحتاجها جدا يعني. انا في الوقت ده ما كانش عندي اي رؤيه ماليه، كنت ممشيها بالبركه كده بصراحه. فعلى طول رحت مطلع ال 50 جنيه ومديها له من غير تفكير. مش عارف دماغي كانت بتفكر ازاي ساعتها. وكنت وانا بديله الفلوس شايفه هو بيبص على الفلوس اللي معايا وعمال يتفحص كل الايه اللي انا ماسكه في ايدي كده، وكانه بيتاكد ان معيش غير 250 جنيه بس. انا وقتها ما كنتش بحط في بالي اي سوء نيه ناحيه اي حد، وكنت دايما بقول ايه الله الاعلم بظروفه، يمكن فعلا هو محتاج ال 50 جنيه دي. المهم رحت واخد بعضي بعد كده ورحت اجيب العلب ورجعت على المحل تاني. بعد كده بدات اخد بالي ان هو بقى يتدخل في كل حاجه في المحل، وده بحكم انه عارف خط السير بتاعي والامكانيات كمان. بس طبعا الموضوع ده بدا يضايقني شويه، لان كنت كل ما اقول حاجه بلاقيه عارفها، وممكن ان هو يكمل كلامي قدام الناس كمان بالنيابه عني، يعني كانه النائب بتاعي بالظبط، وبيكون عارف كل حاجه، انا رايح فين وجاي منين، معايا فلوس كام في جيبي وكده. وانا ما كنتش حاسس بقيمه الموضوع ده ولا مديله اهميه. بس بعد فتره بسيطه بدات احس باختراق خصوصيه غير عادي، لدرجه اني بقيت احس اني متراقب، كل تحركاتي معروفه. بقى الموضوع مزعج جدا. بس حصلت حاجه بقى خلتني اقفل تماما من الموضوع ده. لما لقيت التدخل اتحول لسيطره وبقى في كلام كده بيتقال نيابه عني، حتى لو حاولت اتدخل في اي حاجه كان يركبني الغلط باي طريقه. ومن كتر ما اتكرر الموضوع ده بقيت بحس ان كلامه صحيح في بعض الاحيان، لكن هي الحقيقه ان الوضع ده كان واصل بسبب اني بقيت محطه اذاعه للاخبار. كل الموجودين في المكان عارفين ان انا رايح فين وجاي منين، وفاهمين اجزاء كتيره جدا في شخصيتي. المهم ان بعد فتره حصل تحول كامل في القصه دي، وده بسبب ايه بقى؟ والدي في مره كان جاي زياره للمحل على غير العاده يعني، حتى معظم العمال حصل لهم حاله صدمه لما شافوه لان هو ما كانش بيجي كتير. وطبعا الزياره المفاجاه دي كشفت حاجات كتير جدا، وان الدنيا بايظه على الاخر. يعني مثلا حاجه من الحاجات اللي هو اكتشفها انه لقى مخزون كبير جدا من العلب البلاستيك اللي انا كنت كل يوم اروح اجيب منها، لقاه في المخزن بتاع المحل بكميه كبيره، مع ان انا كل يومين ثلاثه باخد منه فلوس عشان اجيب العلب دي. طبعا الدنيا بعدها اتقلبت، وراح شادد عليهم جامد جدا لانه استغرب ليه احنا كنا كل يومين او ثلاثه نروح نجيب علب. بس لما عمل حسبه كده اكتشف ان حجم البيع مش متناسب مع استهلاك العلب. كارثه انه اكتشف بقى ان البهوات بيبيعوا العلب اللي باقيه ويكسبوا منها. كانوا بينتهزوا فرصه وانا مش موجود عشان يظبطوا العمليه دي، ويطلعوا العلب من المحل الكميه اللي هم عايزينها يعني من غير ما حد ياخد باله. هو طبعا وقتها ابويا كان غرضه الاساسي اني اتعلم واخد خبره باداره المكان واعرف ازاي اتعامل مع العمال، وكان سايبني اتعلم زي كده بالظبط، كانه راميني في البحر وبيقول لي اتكل على الله انت، الله يرحمك يا والدي. الكلام يا جماعه، الكلام بمجرد ما بتتكلم شخصيتك بتتفضح على طول، وبيتاخد عنك انطباع وبيلزق فيك، والانطباع ده بيفضل مستمر طول فترة علاقتك مع الشخص اللي انت فضحت نفسك قدامه. فاللي انا عايز اقوله ان الواحد دايما في حياته يتعلم انه يشتري وبلاش يبيع. وانا هنا مش قصدي على البيع والشراء بالمعنى الحرفي، انا هنا بقصد بيع وشراء الكلام. ونروح للموقف اللي بعده. الموقف ده هنعتبره سلسلة منفصلة جوه سلسلة اسكت، وهي هتبقى مجموعة من المواقف هتبقى في كل فيديو، هيبقى اسمها آثار الفضفضة على اللي حواليك، اللي هي الناس اللي انت بتفضفض معاهم بالكلام اللي جواك، وهل هم يستحقوا ولا لا. لان احنا كلنا كبشر يعني احيانا بنبقى محتاجين لحد نقول له اللي جوانا كنوع يعني من تخفيف الضغط على اعصابنا، الهموم، المخاوف، المشاكل النفسيه وكده. بس احنا مش بنبقى عارفين ازاي الشخص ده بيستقبل الكلام بتاعنا. بس قبل ما ندخل في الموقف في تعليق جالي كده، بس التعليق ده انا متاسف جدا ان هو استفزني قوي، ومن كتر ما هو استفزني فانا مضطر ارد عليه هنا في الفيديو. طب التعليق ده بيقول ايه؟ هقولك. انا طبعا مش هجيب اسم صاحب التعليق. السلام على من اتبع الهدى وبعد. انت جاي هنا تفتن الناس ليه وتحرض على عدم وقوف الناس لجنب بعضيها ومساعدة بعضها. غريب قوي مواقفك، كل الناس اللي بتساعدهم يطلعوا أرذال، يمكن مش عارف تنقي علاقاتك. ثم إذا فعلت خيرا فاجعله لوجه الله، حتى إذا أساء معك البشر عوضك وجازاك خيرا رب البشر، والسلام ولا إله إلا الله. بص يا أخونا الفاضل، الرد على تعليقك ما تعتبروش هجوم مني، ولكن الرد هيكون لتوضيح وجهة نظر معينة، وهي إني مش بتاع شعارات وهمية وكلام بنكتبه في مواضيع التعبير والإنشاء. أنا هنا
بنقل التجربة اللي حصلت معايا بالحرف علشان محدش يقع فيها، لأن التجارب السيئة دي بيترتب عليها مشاكل نفسية وضعف ثقة بالنفس وحاجات كتير جدا. واللي أنا بحكيه هنا كأنه صورة حقيقية لمواقف بتحصل فعلا في الحياة. أنا فوجئت إن في آلاف المتضررين من نفس المواقف دي وبالحرف كمان. معنى الكلام ده إن الناس كلها وحشة، أو إن الفيديوهات دي كلها معمولة كدعوة أو تحريض زي ما حضرتك قلت كده على عدم وقوف الناس جنب بعضيها وإنهم يساعدوا بعض. أنا كلامي في كل الحلقات اللي فاتت إنك تاخد حذرك علشان ما ترجعش تندم. والجزء اللي حضرتك بتستغرب فيه إن كل علاقاتي مع ناس مش كويسين، أحب أقولك إن دي مش كل المواقف اللي في حياتي، إن مش كل اللي أنا أعرفهم مش كويسين وإلا أروح أعيش في صحراء بقى. لا، ده أنا عندي ناس كتير كويسين جدا في حياتي وكتير قوي كمان. بس عايز أسألك سؤال ويا ريت ترد عليا. مين فينا بيقدر إنه ينتقي معارفه؟ يعني اديني ضمان 100% إن اختياراتك كلها بتكون صح في انتقاء الأصدقاء مثلا. يا ريت تراجع تعليقك، ولو أنت عامله عشان تثير الجدل حوالين المحتوى فأنا بقول لحضرتك أنت غلطان. وتحياتي لمرورك في القناة. ويلا نكمل. الموقف ده حصل مع حد من إخواتنا المتابعين في القناة هنا، وبصراحة الموقف حسيته يعني مش لطيف، إنه حصل من ناس قريبين منك جدا يعني. والموقف ده من المواقف اللي بتحس فيها إنك عديت مستوى الطيبة العادية وكسرته، لأنك بتحاول تكون خدوم بس اللي قدامك بيستغلك من غير أي رحمة. تعالوا نشوف قالت إيه. تقول إنها كانت هتسافر من بلدها عشان تعمل معادلة للشهادة بتاعتها، وكانت بسبب الإجراءات بتسافر كذا مرة، وكل مرة المسافة طويلة جدا جدا، يعني تقريبا بتسافر 175 كيلو رايح جاي. فكان عندها جارة كبيرة في السن ساكنة جنبيها، يعني هي كانت دايما تزورها وتشوفها لو عايزة حاجة. الجارة دي كانت مريضة، عندها قلب وسكر وضغط وسمنة وحاجات كتير قوي. فمرة وهي البنت بتزورها قالت لها إن بطاقتها الشخصية ضايعة، وطلبت منها إنها تساعدها إنها تطلع واحدة تانية. ولأنها كبيرة في السن فكانت بصمات صباعها تقريبا ممسوحة، يعني معنى كده إنها لازم تنزل المركز الرئيسي اللي هي تابعة ليه عشان تطلع البطاقة الجديدة. وبالرغم من إن الجارة دي كان عندها إخوات كتير، والإخوات دول عندهم ولاد كبار وكمان مرتاحين ماديا جدا، لكن ولا واحد فيهم رضي يساعدها. المهم إنها قعدت تقول لها كلام بقى خلاها تصعب عليها. قعدت تقول لها مفيش حد بيراعيني غيرك انت يا بنتي، ومفيش غيرك بيساعدني، وفضلت تمدح فيها وتقول لها كلام حلو. وطبعا لأن البنت على نياتها فالست صعبت عليها وعلى طول وافقت تساعدها، ونسيت إن البلد اللي هي فيها مشاكل، والتحرك بحد مسن في السن ده يعني مش هيكون سهل. بس هي أصرت إنها تساعدها من باب إنها يعني تاخد ثواب. وتاني يوم الساعة 3 الفجر البنت لقت تليفونها بيرن. الجارة كانت بتصحيها بالتليفون وفضلت تزعق فيها جامد جدا علشان هي اتأخرت، وإنهم لازم يتحركوا دلوقتي عشان يلحقوا يخلصوا البطاقة. المهم اتقابلوا على الساعة 5 الصبح وركبوا الأتوبيس، وطول الطريق والست تعبانة جدا، دوخة وترجيع طول الوقت. الطريق كان 5 ساعات. المهم لما وصلوا هناك مكان استخراج البطاقات البنت فضلت تجري على الإجراءات وتطلع سلالم وتنزل سلالم وكل ده، والست معاها، الست المسنة بتمشي بصعوبة، ومن ناحية تانية كل شوية تروح تدور لها على دواء معين أو تجيب لها أكل. بصوا، هو كل ده كويس ودي حاجة ربنا هيكتبها لها في ميزان حسناتها، ولكن اللي بيحصل بعد كده للأسف بيخليك تقول مش عايز الثواب ده. بعد ما خلصوا الإجراءات الجارة دخلت الجامع وقعدت جوه 1.5 ساعة، والبنت فضلت مستنياها بره. ولما خرجت ركبوا المواصلات في الطريق للرجوع لبلدهم. البنت دي أخوها كان ساكن في بلد قريبة جدا من البلد اللي هم بلدهم الأصلية يعني بحاجة بسيطة. وطبعا الجارة دي كانت عارفة الكلام ده، فقالت لها إنها عايزة تروح عنده، وإنها يعني بحجة إنها عايزة تسلم عليه. والبنت وافقت بالرغم إنها ما تعرفش ظروف أخوها إيه، يعني هل هو موجود ولا عنده شغل ولا إيه، ولكنها كانت ماشية معاها كأنها متنومة تنويم مغناطيسي. المهم لما راحوا لأخوها الجارة أصرت تبات ويروحوا الصبح. المشكلة هنا مش في المساعدة والثواب والكلام ده، المشكلة إنك بتحس إنك زي المخطوف، مش قادر تقول لأ على أي حاجة ولا حتى قادر تتنفس. بس أنت بتقول ده عمل خير وربنا يجازيني ثواب، بس اللي بيحصل بعد كده بيخليك تتعقد من العالم كله. بعد ما رجعوا على بلدهم الجارة دي قعدت تتكلم على البنت مع جيرانها بإنها مش كريمة ومش خدومة وما بتفهمش في الأصول. شوف، بالرغم من كل اللي البنت عملته إلا إن ده كان جزاءها. هو إحنا مش ضد إنك تساعد أي مخلوق، بس باللي تقدر عليه. ومش بتكلم هنا على القدرة المالية، لا، أنا بتكلم على المقدرة بشكل عام. ومن ناحية تانية البنت دي ورطت نفسها مع حد هو أصلا كل اللي حواليه من أهله وقرايبه رافضين يساعدوه. فعايز رأيك ضروري في الكومنتات في الحكاية دي، ولو عايز تعرف إمتى لازم تسكت حتى لو اللي ظلمك ده من أقرب الناس ليك استناني الجزء الجاي. سلام.